بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات. معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة، تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على الكم الهائل ديال التعليقات ديالكم وعلى كلامكم الطيب ودعواتكم. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم. كنرحب بالأعضاء الجدد اللي التحقوا بنا في القناة، كنتمنى لهم التوفيق والنجاح. كما كتشاهدوا امامكم في الصوره ديال الفيديو، موضوعنا غادي يكون موديل جلابه راندا خفيفه مطروزه على طول الهبطه. كنحتاجوا الخدمه ديالنا الحرير ديال القصبه. كما كتشوفوا اللون ديال البياسه غنخدموا لون موحد، لون في لون. كنبرموا الحرير ديالنا على جوج ديال الشعرات بريم خفيف. كنحتاجو كذلك الإبر النمرة 7 اللي كنخدمو بهم الراندا على جوج شعرات. هذه هي الهبطة ديال البياسة ديالنا. من بعد ما كنخليو هنا الفتحة ديال العنق، كنبنيو الغرز. انا بنيت هنا 3 ديال الغرز ونزلت معاهم في الخدمة. دابا غادي نبداو الخدمة ديالنا بسم الله على بركة الله. تبعوا معايا الفيديو. غادي نخدم هنايا العوينة الثانية، يعني غنقز العوينة الأولى وغادي ناخد العوينة الثانية بغرزة كما كتشوفوا باش نكون داك العوينة يعني الأولى. غادي نخدم كذلك الغرزة الثالثة والأخيرة، وغادي نجبد الثوب وندير الدقة ديال الثوب باش ما يجينيش التفاوت والتكماش في الخدمة ديالي. كنخدم الغرزة الأولى اللي عندي هنايا، من بعد كننتقل لهاد العوينة اللي كتشوفوا كنعمرها بجوج غرز، يعني كنعوض داك العوينة اللي نقزت في الأول. كندير الدقة ديال الثوب نفس الشيء، كنجبد الثوب قبل ما ندير الدقة باش يجيوني يعني الجهتين مجبدين في الخدمة. كذلك الدقات يجيو متساويين في المكان ديالهم المناسب. كنخدم الغرزة الأولى في العوينة اللي عندي هنا، كنقز العوينة الثانية، كناخد العوينة الثالثة والأخيرة بغرزة. كنكون كذلك هنايا العوينة يعني في الجهة الفوقانية. كندير الدقة ديال الثوب. حاولوا الدقات ديال الثوب يجيو صغيورين ومنتظمين. الخيط الدائري في الجهة الفوق كنعمر هاد العوينة بجوج غرز، يعني كنعوض داك العوينة اللي نقزت يعني في الأول. دابا لاحظوا معايا مزيان هنايا غادي نجمع يعني والخيط الدائري الفوق غادي نجمع هاد العوينة ككل يعني بغرزة. كما كتشوفوا كنطرزو الخدمة ديالنا. غادي نزيد كذلك الغرزة الثانية في نفس المكان وما كنزيرهاش يعني بزاف. غادي ندير الدقة ديال الثوب عادي، وغادي ننتقل مباشرة لهاد العوينة اللي عندي هنايا يعني قبل الأخيرة. وغادي نكون كذلك العوينة يعني اللي غادي نعمرها من بعد بجوج غرز، ونخدم الغرزة الأخيرة اللي عندي. وغادي ندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا كيجيو الدقات منتظمين ونفس العبار ونفس المسافة. غادي نطرز مباشرة داك العوينة يعني بغرزة كما كتشوفوا، وغادي نزيرها يعني باش تبقى العوينة اللي الفوق ضيقة. كنعاود نفس يعني الغرزة في نفس المكان. كنجي هنا لهاد العوينة غادي نعمر الغرزة الأولى فيها وغنجبدها يعني مزيان ونزيرها، وغادي نزيد العوينة الثانية يعني في نفس المكان. وغادي ندير الدقة ديال الثوب، وغادي ناخد هاد العوينة اللي عندي هنا بين جوج غرز كذلك بغرزة. وغادي ننتقل مباشرة للعوينة اللي عندي هنايا الفوق،
وغادي ندير الدقة ديال الثوب نفس العبار ونفس المسافة مع اللي سبقو. غنرجع هنايا غادي نعمر الغرزة الاولى وغنزيرها يعني ما امكن، ونزيد الغرزة الثانية في داك العوينة. دابا غادي نطرز والخيط الدائري الفوق غنطرز هاد العوينة ككل بغرزة، وغادي نزيد في نفس المكان الغرزة الثانية. كنحاول نخلي الغراز يجيو يعني مولس ويجيو رطبين يعني باينين مطروزين في الخدمة ديالنا. كما كتشوفوا كندير الدقة ديال الثوب مباشرة، كنتقل هاد العوينة بين جوج غراز، كنكون داك العوينة الكبيرة، وغادي ناخد اخر غرزة عندي في الخدمة، وغادي ندير الدقة ديال الثوب من بعد ما كنجبد الثوب في الجهة الفوقانية بالاخص، لاننا كنتحكمو في الجهة التحتانية بيدينا. كما كتشوفوا كنطرز الغرزة الاولى وكنعاود في نفس المكان الغرزة الثانية، نفس يعني العبار بجوج بيهم. كنتقل العوينة الكبيرة كنعمرها يعني بجوج غراز كما كتشوفوا. كندير الدقة ديال الثوب وكناخد هنايا هاد العوينة بغرزة، كنتقل مباشرة للعوينة اللي بقات عندي في الاخير باش نكون يعني داك العوينة اللي نعمر من بعد. كندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا الخدمة ديالي كتجي مسرحة ومطلوقة من الجهتين، مع العلم اننا كنخدمو في الثوب ديال الكريب. يعني الثوب ديال الكريب كاينين الاخوات اللي كيقول كيهرب لهم في الخدمة. كما كتشوفوا كنطرزو العوينة يعني اللي سبقات، كنديرو الدقة ديال الثوب، كنتقلوا لهاد العوينة اللي عندنا الفوق، كنحاولوا نحافظوا على نفس العرض ديال الخدمة ديالنا كما بديناه في البداية. بعد ما كندير هنايا الدقة ديال الثوب كنطرز يعني العوينة السابقة بغرزة، كنحاول الغرزة الاولى نزيرها باش العوينة ديالها تبقى يعني صغيرة، وفي نفس الوقت هنا كنعمرو العوينة اللي عندنا لتحت بجوج غراز، وكنحاولوا نزيرو الغرزة الاولى يعني الجنب داك الطريزة. كنديرو الدقة ديال الثوب، كناخد هاد العوينة اللي عندي هنا بين جوج غراز مباشرة، كنتقل لهاد العوينة اللي عندي يعني قبل الطرزة، كندير الدقة ديال الثوب، كنبقى مستمر بحال هكا في الخدمة ديالي يعني بكل سهولة وبكل بساطة. كنخدم الرندة ديال العوينات وكنطرزها في نفس الوقت يعني في الخدمة. كندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا. فاش كنجي ندير الدقة يعني كنشوف المسافة ونفس القياس مع اللي سبقوا باش يجيني داك الشي منتظم يعني في جناب الثوب. شتو الخدمة ديالنا كيفاش كتطلع يعني مطلوقة من البداية من الجهتين. كما كتشوفوا هنا هاد الطريزة كنزير يعني هاد الغرزة الاولى شوية وكنزيد الغرزة فوق منها يعني باش كنطرز، وهنايا هاد الغرزة في هاد العوينة كنزيرها يعني للجانب باش ندير الغرزة الثانية. كنستمر نفس الطريقة في الخدمة ديالي يعني ونفس القياس في العوينات كذلك في الدقات ديال الثوب. بالنسبة لهاد العوينات إلا بغيتو تطلع لكم الخدمة يعني منتهى الدقة ومنتهى الاتقان، كتديروا لهم نفس العبار يعني ما ديروش العوينات واسعين مرة ضيقين،
كتمشيو بنفس القياس اللي بدينا به من البداية. شفتوا هنايا كنفتحوا العوينه وكنخدموا الغرزه اللي بقات لنا، وفاش كنجيو نازلين كنطرزوا العوينه اللي سبقات، وفي نفس الوقت كنعمروا العوينه اللي فتحنا جديده بجوج غرز. يعني طريقه اسهل ما يكون، بامكان اي اخت مبتدئه انها تعتمدها وتخدمها بكل سهوله. الخدمه ديالنا كتستمر بنفس الطريقه حتى الاخير ديال الهبطه. كما كتشوفوا ربحا للوقت، وباش ما نطولوش الفيديو اكثر انا خدمت باش تشوفوا الخدمه ديالنا كيفاش كتجي. خدمه خفيفه وانيقه، يعني احسن ما تخدموا الحصيره سامبل في اي بياسه خفيفه. ممكن تخدموا هذه الخدمه يعني على جوج غرز كيجيو مطروزين، كتجي شي حاجه انيقه وراقيه في الخدمه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الشرح والطريقه تكون مفهومه ويكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تدعموه بجيم وبالبارطاج فضلا وليس امرا، وتشاركوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد من هذا العمل. والى اللقاء في اعمال مميزه وجديده مع المعلم زهير.